بسم الله الرحمن الرحيم. كان عندي كذا حتة عجينة كده بواقي، فقلت ألمهم النهاردة ونعمل بيهم حاجة مفيدة. العجينة بنفردها كده متبدرة بالدقيق، بنفضها من الدقيق بتاعها، نحط عليها معلقة زبدة ونبدأ نطبق. عايز القطعة بتاعتي على شكل مربع مش بالظبط كده، واحطها في صينية واعمل واحدة تانية قدام حضراتكم. بنجيب العجينة نفردها، ننفضها من الدقيق بتاعها اللي موجود فيها، معلقة زبدة صغيرة، تطبيقة على شكل مربع، نحط في الصينية ونسيبها تخمر لمدة ربع ساعة. تيجي بقى بعد ما تخمر بالشكل ده كده، بأرضية طبق استانلس عندي بعمل تجويف في قلب العجينة عشان عايز أحشي العجينة دي ببواقي حاجات عندي. تمام كده، عملت التجويف. بيضاية ضربناها بندهن العجينة كلها بيها. وعندي بعمل برجر فراخ، فهاخد قطع من البرجر دي وافردها على العجينة. قطع برجر الفراخ دي هفردها على العجينة، هتدي طعم بصراحة روعة. جيب بقى بواقي الفلفل اللي عندي، بواقي الجبن اللي عندي، هلم الحاجات اللي في التلاجة كلها. ادي بواقي الجبن، شوية فلفل نشكل بيهم، نزود القيمة الغذائية بتاعتنا. جبنة موزاريلا كمان هنحط عليها. حاجة موجود في التلاجة نستفاد بيها ونعمل بيها أكلة لذيذة جميلة. تدخل الفرن لمدة ربع ساعة على 200 درجة حرارة، تطلع لنا بالجمال والروعة دي. وادي الليمون المعصفر بتاعنا اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات قدام حضراتكم، انا فتحت عليه اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.